مالك يا بنت؟ بتخشبك كده ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك عبقني وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جاريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك يا والنبي. بنت يا بنت قومي، ما تشيليش ذنب، انا مش قد. قومي الله لا يسيك، انا مش ناقص. يا معلم انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت، انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه. ولا الحكومه قدي، ويقدر على القدره اللي ربنا. لا يا بنت، يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش. انا لو عاوز اتويكي كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جر. يا معلم انا انت بنت طيب، طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكم ضحكه ميصه وكم نظره رضا. بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايز نعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجة، ولا أي حاجة. اللي أنا عايزه أنت عملتيه خلاص. يعني يا بنت أنا اللي كنت مشغلك عند الحكومة عشان يوصل لها اللي أنا عايز أوصله. بصراحة أنت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده أنت تستاهلي مكافأة نهاية الخدمة. عشان تعرفي إن أنا أحسن من الحكومة بتاعتك. يبقى هتموتني يا معلم.